عندما غنت فيروز الآن الآن وليس غدا أجراس العودة فلتقرع. الآن الآن وليس غدا، الآن الآن وليس غدا أجراس العودة فلتقرع. رد عليها نزار قباني: من أين العودة فيروز، والعودة تحتاج لمدفع. عفوا فيروز ومعذرة، أجراس العودة لن تقرع. خازوق دق بأسفلنا من شرم الشيخ إلى سعسع. أما تميم البرغوثي فيقول ردا على نزار: عفوا فيروز ونزار، فالحال الآن هو الأفظع. إن كان زمانكما بشع فزمان زعامتنا أبشع. أوغاد تلهوا بأمتنا وبلحم الأطفال الرضع، والموقع يحتاج لشعب، والشعب يحتاج المدفع. والشعب الأعزل مسكين، من أين سيأتيك بمدفع؟ رد الشاعر العراقي على قصيدتي نزار قباني وتميم: عفوا فيروز ونزار، عفوا لمقامكما الأرفع. عفوا تميم البرغوثي إن كنت سأقول الأفظع. لا الآن الآن وليس غدا، أجراس التاريخ تقرع. بغداد لحقت بالقدس والكل على مرأى ومسمع، والشعب العربي ذليل ما عاد يبحث عن مدفع، يبحث عن دولار أخضر يدخل ملهى العروبة أسرع. ورد عليهم جميعا الشاعر السوداني قيس عبد الرحمن عمر بقوله: عفوا لأدباء أمتنا، فالحال تدهور للأبشع. فالثورة ما عادت تكفي، فالسفلا منها تستنفع. والغيرة ما عادت تجذبنا، النخوة ماتت في المنبع. لا شيء عاد ليربطنا، لا دين بات يوحدنا، لا عرقا عاد فيترفع. وردت عليهم جميعا الشاعر السودانية سناء عبد العظيم بقولها: عفوا فيروز ونزار، عفوا لمقامكما الأرفع. عفوا لتميم وعراقي، إني بكلامك لم أقنع. عفوا لأخينا السوداني من أيدي شعراء أربع. النخوة لا زالت فينا شيبا شبانا أو رضع. نعود كما كنا، وسترفع أمتنا الأشرع، وتسير سفينة أمتنا، وتخوض الموج ولن تسرع. ونقود الناس كما كنا في عهد محمد لم نجزع. فيروز تضري عودتنا، كمصنع أوشك أن يبنى، والخير بأمتنا ينبع. فرد عليهم جميعا الشاعر عهد يسير بقوله: غنتها فيروز لأمتنا، أجراس العودة فلتقرع. فأثارت نزارا شاعرنا، فرد بردا متوقع. ولم يسكت لهذا تميم، وقال بالشعر الأفظع، واستخلص بحال معروف، وكأن نعيش بمستنقع. وأنسج أديبا بغدادي كلمات بالكاد تقنع، توصف حال أمتنا، والعين من وصفه تدمع. لم يسكت قيس لما سمعه، فوصف الحال بالأبشع. فتردد كلما ذكر لمسامع شاعرة أبرع، تدعى سناء المعروفة بالوطن العربي الأجمع. فعكست كل ما ذكر بحروف تدق وتقرع، بقلب كل عربي على عرش الغيرة متربع. عذرا شعراء أمتنا، عذرا لشعر يتلكع يقتل كل أمانينا، والله ما كنا لنخضع. نحن وإن جارت دنيانا سنبقى الأقوى والأشجع، ونعود بسيف خالدنا، وغيرت بنا الخطاب الأرفع.
وقوة علي قائدنا بقتل الغاصب هو الأسرع. لن يبقى صاروخ وطائرة ولا مركب ولا حتى مدفع يغني عن قوة إرادتنا بنهضة أمة لا تصرع. سيأتي زمان أمتنا ويعود الحق بالأذرع. قلتيها فيروز بأغنيتك فلتقرع أجراس العودة، أجراس العودة فلتقرع. أنا لا أنساك فلسطين ويشد بي البعد. أنا في أفيائك نسرين، أنا زهر الشوك، أنا الورد. أنا لا أنساك فلسطين.